وده حقهم، حق نادي الزمالك. مش هيلعب، انت مش هتمضيه مش هتلعب، هتقعد بقى من دلوقتي لحد ما لا نهايه، لحد ما تخلص عقدك مش هتلعب. ما تروحش بقى افريقيا، ما تروحش بتاع، مش هتلعب. عايز تمضي لي، اهلا وسهلا، اتفضل يلعب. دي الفكره اللي كان لازم نادي الزمالك هو اللي يعملها. سبحان الله يا ربي. يعني لازم اداره الزمالك كانت تعمل كده. الاطار ان فتوح مجمد بقرار من الاداره، بتعليمات للمدير الفني ان هو مش هيلعب طول ما هو ما مضاش او جدد للنادي. مش هنعتمد عليك عشان هندي فرص لناس تانية ان انت لعيب مش هتكون معانا. في الاونطه كده، كان في الاونطه هيتهدد هو طبعا ببطوله افريقيا، هيتهدد بان هو هيتجمد، فانت تضطر ان هو يلعب. لكن انت تقول مبادئ النادي ومش مبادئ النادي وفي الاخر تخليه يلعب، تخليه يجدد. طب مبادئ النادي فين؟ ما هو لعيب قل من النادي، المفروض ما تخلوش يرجع. المفروض ما تخليش اللعيب ده يمضي معاك. انت لو كنت جمدته عشان انا يا جماعه الراجل ده ما مضاليش،